السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. ايه رأيكم في الفخدة العظمة دي؟ ايه رأيكم ان الفخدة دي مش معمولة بتوابل؟ الفخدة دي مش معمولة بمواد دهنية؟ ايه رأيكم ان الفخدة دي كلها معمولة بحاجة يعني مش هتتصوروها، موجودة في البيت، موجودة عند كل بيت. انا عايزة اقول لكم بس ان انا وانا بصور الفخدة وهي طالعة، طبعا ولادي كانوا مستعجلين عليها جدا، وانا كنت عايزه اصورها وهي كده لسه طالعه من الفرن، بس بجد كانت سخنه جدا جدا. حاولت كده بقدر الامكان ان انا اصورها واوريكم شكل اللحمه قد ايه من جوه مستوي وجميل، وقد ايه من بره تحفه، واخده شكل الشوي من غير فحم، من غير شوايه ومن غير اي حاجه، يا دوبك دخلت الفرن من غير توابل ولا اي حاجه. دي الخضار اللي انا حطيته تحتها، والصوص طبعا بتاعها نزل. يلا بينا على طول نخش على الفيديو بتاعنا. بصوا ايه المكونات اللي انا تبلت بيها الفخدة الجميلة بتاعتي. جبت بصلتين حلوين كده قطعتهم 4 ارباع، وجبت 3 طماطمات وقطعتها، وملح وفلفل، وضربت في الكبة. ما عملتش ازيد من كده. كده بقت الخلطة عندي جاهزة. ويلا بينا ناخد الفخدة بتاعتي. انا يا دوبك عطيتها شطفة واحدة، وبعدين نشفتها بورق مناديل. حطيت ايه انا على البصل والطماطم؟ حطيت معلقتين كبار من الخل. دي الفخده الجميله بتاعتي الضاني، زي ما انتم شايفين ما عليهاش اي دم. خليتها تصفي دمها كده في الصينيه، وهشيلها بره الصينيه خالص. بصوا، هي طبعا الفخده عشان ضاني بيبقى فيها سمين وكده، فانا عملت ايه؟ قطعت السمين على قد ما اقدر، وسبت كده جزء برضو علشان بيدي ريحة وطعم تحفة. لكن بيبقى فيه كتل كده ركنتها على جنب، ممكن نعمل بيها سمنة حيواني جميلة. وكمان الولاد ما تبقاش بتاكل سمنة كتير، يعني سبت طبقة خفيفة كده من بره نعمل بيها الفخدة علشان خاطر تتشوى معايا بشكل اسرع. زي ما انتم شايفين عماله اخد التتبيله احطها بره وجوه ومن الجنب، وطبعا بمسك السكينه بتاعتي انغز من كل حته عشان اضمن ان التتبيله بتاعتي تخش في كل حته. بصوا، مش عايزين نطلع طعم الضاني منها، مش عايزين نضيع قيمتها الغذائيه. بصلايه وطماطمايه وشويه ملح وشويه فلفل، كده التتبيله بتاعتك جاهزه. عايزه بقى اقولك ان انا طبعا لما بفتحها بحشيها جواها التتبيله، لان التتبيله تحفه وجميله جدا. طبعا انا حبيت ان انا اعمل تحتها خضار. لو انتي مش عايزه خضار مفيش مشكله، تقدري ما تحطيش فيها خضار لو انتي مش حابه، لكن انا حابه. بصي دي كده شكلها، بصوا ما سبتش اي حته الا ما حطيت فيها التتبيله بتاعتي. قطعت بقى خضار، قطعت طماطم، قطعت بصل، قطعت بتنجان، قطعت بطاطس، جزر. بصوا زي ما انتوا حابين، وممكن تستغنوا قطعتين زبدة ومعلقتين زيت ذرة. وجبت الفخدة القمر بتاعتي بعد ما سبتها في التتبيلة، وسيبيها يعني ايه ساعة ساعتين زي ما انت حابة. التتبيلة دي حلوة جدا يا جماعة. ركنتها عندي في التلاجة عمالة مقطع الخضار زي ما قلت لكم. وجبت ايه؟ جبت الصينية بتاعتي وحطيت فيها المادة الدهنية. مش حطيت الا مكعب زبدة، وكمان حطيت معاه معلقتين من الزيت. إيه اللي انا بنزله ده اللي كان في الصينية، اللي هو باقي التتبيلة بتاعتي. وابتديت ان انا احطها على النار كده، واسيبها لحد ما تاخد اللون من بره، يعني تاخد لون الشوي كأني بالظبط خلاص هشويها وهطلعها. بس خدوا بالك، اللهم بارك، الفخدة بتبقى ما شاء الله كبيرة، فانا عايزاها يعني ايه تستوى كويس قوي، وفي نفس الوقت تبقى عطشاني شكل الشوي. فبعمل ايه الصدمة دي؟ بأول حاجة بتفتح الأنسجة معايا وما بتضيعش القيمة الغذائية بتاعتها، بتديني شكل الشوي من بره. وخلصت الجنب الأولاني وهعمل في الجنب التاني، وبعد كده هدخل عليها الخضار كله بنفس الصوص اللي نزل اهو. كل الخضار بتاعي هحطه. وعصرت كده بتاع 6 طماطمات حطيتهم في الخلاط بتاعي علشان ياخدوا غلوة كده على النار. ده الخضار بتاعي كده زي ما هو نزلته،
حط عليه باقي التتبيله اللي كانت في الفخده ورشه ملح ورشه فلفل علشان خاطر الخضار بتاعي يبقى متطعم بالملح والفلفل، واديهم كده تقلبتين وتشويحتين على النار عشان يبقى كله من بعضه. شربت من الصوص كمان بتاع الفخده بتاعتي، وبعدين احط عليها الفخده بتاعتي وانزل عصير الطماطم واسيبها بقى تغلي غلوتين من بره. خلصت الغلوتين بتاعتها، بولع انا دلوقتي الفرن على درجة حرارة 200. اول رف على الشبكة خدت معايا 4 ساعات، وعايزة اقول لكم ان هي كانت من 2.5 ساعات كانت مستوية معايا، كنت اقدر اطلعها، بس انا عايزاها دايبة معايا، عايزاها احطها زي ما انتوا شايفين كده تدوب معايا، تبقى طرية وجوسي زي ما انتوا شفتوا. فبسيبها في الفرن كده، بجيب كمان ورق الزبدة بغلف بيه، وبعد ورق الزبدة بحط ورق فويل زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك. حطيتها وزي ما انتوا شايفين عصير الطماطم اللي قلتلكوا عليه، وغلفي بقى الفخدة بتاعتك. اهم حاجة انك تقفليها كويس قوي بورق الزبدة وكمان الورق الفويل. كل ما تقفليها كل ما تبقى معاكي احلى، تاخد بقى تتشرب كده، تنزل مية البصل ومية الطماطم وكل الكلام ده. دي كده بعد ما خدت الشكل النهائي. بتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم، ومتنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله على خير.